شوف من بعض الناس للأسف بالمطاعم ولا بالأماكن العامة يشرب وهو واقف، وهذا في نهي. النبي عليه الصلاة والسلام رأى صحابيا جليلا يشرب قائما، شافه يشرب وهو واقف، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيت لو شرب هر معك، لو قط شرب من هذا الإناء أكنت شاربا؟ قال: لا. قال: شرب الشر من الهر إنه شيطان. قه. شو يعني قه؟ يعني روح واستفرغ كل ذي شربته. تخيل. بل جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الشارب قائما ما يقع في بطنه لاستقاء واستفرغ. يقول أنس بن مالك: كان عليه الصلاة والسلام يزجر الذي يشرب قائما. الله كل هذا؟ اي نعم كل هذا. طيب يا الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما لعذر، لضرورة تبيح محظورات، لكن ما عندك ضرورة اشرب جالسا. طبيا يقولون يفتت الحصوة، يصل ماء إلى الركبة ولا يؤذي المعدة لما تشرب جالسا. طبيا راح تؤمن بالشيء الطبي، لكنه شرعا وسنة طبق السنة وأبشر بالأجر إن شاء الله تعالى.